want to return home. مساء الخير. هتكلم معاكم النهارده شويه على موضوع اثير بعد افتتاح المتحف الكبير، اللي هو رجوع تمثال او المطالبه برجوع تمثال راس نفرتيتي وكمان حجر رشيد. راس نفرتيتي موجوده في متحف برلين في المانيا، وحجر رشيد موجود في المتحف البريطاني في انجلترا. الاثار دي خرجت بطريقه غير قانونيه او طريقه غير شرعيه، ان كان حجر رشيد او راس نفرتيتي. ولما بنقول لحد الحاجات دي بتاعتنا المفروض ترجع وهي خرجت بطريقه غير شرعيه، بيقولوا معلش هي خرجت بطريقه غير شرعيه، لكن الاماكن اللي عندكم لا تليق، المتاحف اللي عندكم لا تليق باثارين مهمين قوي زي كده. تاني حاجه، عندكم الدنيا مش امان. الدنيا مش امان، زي اللوفر كده اللي بيتسرق في عز النهار والكاميرات بتصور واتسرقوا بونشين. الحراميه نطوا منهم في بلكونه، فتحوا البلكونه ودخلوا وكسروا الفاترينا، ولا فتحوا الفاترينا لا الفاترينا صرخت ولا يعني عملت الارم ان في حد بيكسر، ولا حد يجي وراهم في عز النهار. ما علينا، احنا مش امان. متهيألي ده مش رد خالص يعني. تاني حاجه بخصوص انه دلوقتي احنا عندنا متاحف حلوه ولا لا؟ اظن عندنا متاحف حلوه باعتراف كل الناس. ما علينا. حابب اديكم فكره كده باختصار عن الطريقه اللي خرجوا بيها الاثريين دول. هبدا الاول بتمثال راس نفرتيتي. كان في راجل الماني، الراجل ده كان بيدور على اثار، وهو في المنيا في تل العمارنه. كانوا شغالين في موقع بتاع ورشه واحد من العمال ايام المصريين القدماء. الكلام ده سنه 1912. لقوا راس نفرتيتي، لكن اللي حصل من الراجل الاثري دوت الالماني نوع من التدليس على الموضوع. المفروض انه يعني كان الاثار اللي بتتلقي كان في وقتها كان بيحصل نوع من المناصفه. المنقب او اللي بيدور او مع حق الامتياز بتاع البحث بياخد نص الاثار، ومصر بتاخد النص الثاني. بس طبعا بعد توت عنخ امون وقتها كان مصطفى النحاس وكان سعد زغلول اتمنع الموضوع دوت. يعني من اول توت عنخ امون احنا بدأنا ناخد كل حاجه. anyway ارجع تاني ان احنا 1912 كان نظام المناصفه ده موجود. الراجل الالماني راح عمل حاجه لطيفه جدا جدا، راح لفف التمثال بشويه حاجه ما بين الخيش وما بين الشاش، عشان يقول ده مجرد تمثال ملوش اي قيمه ومحاوله مبدئيه، وفي تقريره كتب ان التمثال دوت مجرد تمثال من الجبس مش حجر جيري. الفرق بين الاثنين ان الجبس معناها ان انا ميه خلطتها بجبس وعملت تمثال كانه حاجه بدائيه، كانه حاجه معموله بقالب. لكن طبعا ده مش نص نفرتيتي خالص، اللي هي حاجه معجزه فنيه وهندسيه ليها علاقه بالنسب اللي بين اجزاء التمثال، ضغط المناخير والشفايف ببعض، وعلاقه الودان والعينين ببعض، وهكذا. محددات قويه جدا معموله، فاللي هو ما ينفعش خالص تقول ان هو تمثال بدائي. بالتالي التمثال خرج 1912 قدام الناس ان هم في السليم والتمثال تمام وخرج بشكل قانوني. 1913 تم عرض التمثال بعد ما شالوا من عليه الحاجات اللي كانت مغطياه. لما مصر قالت لهم انتوا ما قلتولناش ان الوضع بتاع التمثال ان هو مهم قوي قد كده، فقالوا لهم احنا مالناش دعوه، انتوا خرجتوه بشكل قانوني. مهم مش مهم الموضوع دوت يعني مش وقته، خلاص عدى الوقت ده. بالطريقه دي خرج التمثال بتاع نفرتيتي. نيجي بقى بعد كده لحجر رشيد. حجر رشيد خرج طبعا زي ما احنا عارفين وقت الحمله الفرنسيه ما كانت محتله مصر. اللي حصل لما الحمله الفرنسيه كانت في مصر، الانجليز ما كانوش سايبين الفرنساويين في حالهم. فاللي حصل الفرنساويين كانوا بيستعدوا، فكانوا بيرمموا كل القلاع اللي على ساحل البحر من اول اسكندريه لحد عكا. وكان في اوامر للعساكر الفرنساويين وهم شغالين في ترميم القلاع وتحصين القلاع ان هم لو لقوا حجر، الحجر ده حجر صلب مكتوب عليه لغه غريبه او اكتر من لغه غريبه، يتم ابلاغ الضابط فورا. اللي حصل ان في 2 عساكر وهم شغالين في القلعه في رشيد، قلعه رشيد، لقوا حجر حجمه كبير شويه ويعني نسبيا عليه لغات مش مفهومه، 3 لغات الى حد ما غريبه، منهم اللغه اليونانيه كانت مفهومه نص نص او حروفها معتاده، لكن في لغتين تانيين او خطين تانيين مش مفهومين. فعلا انه
تم ابلاغ الضابط المسؤول عنهم. الضابط ده كان اسمه فرانسوا بوشار، كان ضابط مهندس وكان عنده 19 سنه. بالفعل تم ايجاد الحجر، وبعد كده الحجر اتنقل على القاهره. الكلام ده 1799. اتنقل على القاهره فين؟ اتنقل على حته اسمها معهد مصر او الانستيتيوت ديجيبت، او حاليا بقى اسمه المجمع العلمي، اللي كان فيه محاوله لحرقه وقت الثوره. ويعني هقفل عند النقطه ديت بخصوص الموضوع بتاع الحرق بتاعه. المعهد دوت كان بيضم كل المعلومات اللي تخص مصر. كان المكان دوت المجمع العلمي او معهد مصر اللي عمله نابليون، كان بيجمع كل المعلومات اللي تخص مصر: جغرافيا، تاريخ، اثار، انواع مهن، لبس الناس، الحشرات، الحيوانات، الميه، الاجناس اللي في مصر، وهكذا. فطبعا حرق المعهد العلمي دوت يعني حاجه عليه علامات استفهام. ما علينا. اللي حصل اتنقل الحجر لهناك، وفعلا نابليون راح وشافه. بعد كده الحجر اتنقل على بيت السيده زينب عشان برضه يتم دراسته، وتاكد العلماء الموجودين مع الحمله الفرنسيه اللي جابهم نابليون 300 عالم انه الثلاث نصوص دول بما انه فيهم نص يوناني، فالنص اليوناني كانوا قادرين يقولوا لنا اليوناني كانت لغه معروفه معروفه، فقدروا يعرفوا النص اليوناني بيتكلم عن ايه. لكن النصين التانيين اللي هو واحد هيروغليفي وواحد ديموتيقي محدش فهم منه حاجه. النص اليوناني كان بيتكلم عن حقبه بطليموس الخامس، ان هم بيشكروا بطليموس انه الكهنه المصريين هم اللي كاتبين النص ده اللي بثلاث خطوط، اليوناني والهيروغليفي والهيراتيقي او سوري الديموتيقي، ان هم بيشكروا بطليموس الخامس لانه اعفى المعابد المصريه من الضرائب. فلو قدروا يحللوا النص دوت ويعرفوا الكتابه المصريه، يبداوا كده يفكوا الهيروغليفي، وده انتصار فظيع للحمله الفرنسيه على الانجليز. الانجليز ما كانوش طايقين الحكايه دي، وبالفعل صدرت الاوامر بعد كده من الفرنساويين، من نابليون، بعد كده من مينو، لان نابليون كان مشي ان الحجر يتنقل فورا على باريس عشان العلماء اللي في فرنسا اللي هم اكثر قوه طبعا او اكثر معرفه يبداوا يقروا المكتوب على الحجر. اتحط الحجر على سفينه القياده الفرنسيه. كان الاسطول الفرنسي اللي في مصر 16 سفينه حربيه، كانت على راسهم سفينه القياده كان اسمها لوريون. بدات الحرب، وهي كانت مع وقعه ابو قير البحريه بين الجيش او الاسطول الفرنسي والاسطول الانجليزي. في الحرب الاسطول الفرنسي اتدمر له 15 سفينه حربيه، وكان عليهم 52 صندوق مليان اثار. اتبقى بس بعد كده الحجر اللي على سفينه القياده. سفينه القياده لما لقت الموقف مش احسن حاجه، راحت مرجعه الحجر على البر تاني، وهي راحت تكمل الحرب وراحت مضروبه وغرقانه هي كمان. بعد كده الفرنساويين خبوا الحجر في بيت فران في اسكندريه هنا، وغطوا الحجر بسجاده وفضلوا مكتمين على الموضوع. والفرنساويين كانوا قاصدين يعملوا كده، مش عاوزين الانجليز ياخدوا ادفانتج عليهم. اللي حصل ان الانجليز اخذوا خبر ان عن الحجر وعن مواصفات الحجر، بداوا كمان هم يتفاوضوا مع الفرنساويين. الفرنساويين قالوا ان الحجر وكل الاثار اللي معانا ديت غنيمه حرب ودي من حقنا. الانجليز قالوا لا. الفرنساويين قالوا لو ما خرجتلناش الحجر، بقيه الاثار اللي احنا لقيناها هندمرها عشان انتوا مش تدونا الحجر، ويبقى فضيحه عالميه مدويه عامله زي كده فضيحه مكتبه الاسكندريه. فالفرنساويين فضلوا برضه ساكتين على الموضوع. الانجليز في نفس الوقت برضه بيدوروا على الحجر. اللي حصل انه في 2 عساكر من الجيش الفرنساوي راحوا لقائد الاسطول الانجليزي ودلوه على مكان الحجر، وبالفعل بعت ضابط. الضابط ده راح بيت الفران، اخذ الحجر ووداه بيت قائد الاسطول الانجليزي. تاني يوم وقت استكمال المفاوضات، بدا مينو يقول لهاتشستون قائد الاسطول الانجليزي ان احنا مش هنسلمكم الحجر تحت اي ظرف من الظروف. رد عليه كده بطريقه فريد شوقي في فيلم رصيد نمرة 5 لما قال له عملتها قبلك، قال له استلمت الحجر. اخيرا وليس اخرا، وبناء عليه بتمنى من الحكومه البلدي انها تبدا تتفاوض بشكل جاد مع الدول اللي واخده الاثارين دول اللي هم مش من حقهم اساسا،
وحتى ان كان ليهم حجه قبل كده في الاستحواذ على الاثرين دول، ان كان امن او ان كان مستوى مكان هيتهدوا فيه، الحجتين دول بيطلوا بمنتهى القوه. وآن الأوان الأشياء المنهوبة ترجع لأصحابها.